دايما البنوك بتسعى لجذب العملاء ليهم، وده من خلال إعلانها كل وقت والتاني عن شهادات ادخار أو حسابات توفير برفع العائد بتاعها. وعلشان كده واحد من البنوك أعلن عن رفع سعر الفايدة على حسابات التوفير. بس السؤال هنا، مين البنك ده؟ والزيادة الجديدة كام؟ وبتتصرف كل قد إيه؟ وإيه هي شرايح حسابات التوفير اللي البنك أعلن عنها؟ وإيه أفضل البنوك لفتح حسابات توفير فيها؟ أنا ماريا مجدي، وكل ده هنعرفه في الفيديو ده. كل فترة والتانية البنوك بتعلن عن شهادات ادخار أو حسابات توفير بعائد أكبر علشان تجذب عدد كبير من العملاء ليها، وده غالباً بيكون بعد الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي. بس يا ترى هل في بنوك رفعت العائد بتاعها قبل أيام من اجتماع البنك المركزي؟ الإجابة هي أيوة، وده لأن بنك البركة أعلن خلال الساعات الأخيرة عن رفع العائد على حسابات التوفير بدوريات الصرف المتغير الشهري والنصف سنوي وكمان الربع سنوي، وده طبقاً لرصيد الحساب بنسبة وصلت ل 14.4%. وبحسب الموقع الرسمي لبنك البركة، حسابات التوفير ذات العائد المتغير بتتميز بأكتر من ميزة، أولهم إنك تقدر توصل للحساب بتاعك في أي وقت وعلى مدار الأسبوع من خلال استخدام بطاقات الخصم المباشر الخاصة ببنك البركة. كمان بيتيح إمكانية متابعة العمليات وإجراءات التحويل الداخلي والخارجي، بالإضافة للمعاملات المختلفة باستخدام خدمة الإنترنت البنكي. والبنك بيوفر كمان خدمة إرسال كشف الحسابات الربع سنوية متغيرة العائد. وبالنسبة لأسعار العوائد فهي بتكون مختلفة، وده حسب شرائح الحساب. طب الشرايح دي بتبدأ من كام؟ وحساب فايدتها بيكون إزاي؟ أنا هقولك. الشريحة الأولى بتبدأ من 1000 جنيه ل 5000 جنيه، والعائد بتاعها بيكون 4.4%. أما الشريحة التانية فبتكون من 5000 ل 50000، والعائد فيها بيوصل ل 7.4%. واللي بعدها من 50000 لمليون جنيه بعائد 9.4%. أما الشريحة من مليون ل 5 مليون فالعائد هنا بيكون 11.4%. ومن 5 مليون ل 10 مليون العائد بتاعها بيوصل ل 12.75%. ومن 10 مليون وأكتر فالعائد بيوصل ل 14.4%. أما بقى بالنسبة للمستندات المطلوبة علشان تفتح حساب فهي بسيطة جدا، نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر. بس لازم تعرف إن فتح الحساب بيكون متوفر للأفراد بس، مش متوفر للشركات أو المؤسسات. لكن يا ترى إيه أحسن البنوك اللي تقدر تفتح فيها حسابات توفير؟ بص يا سيدي، بحسب مصراوي فحسابات التوفير اللي بيقدمها البنك الأهلي وكمان بنك مصر للعملاء بتوعه من سن 21 سنة بيكون عليها إقبال كبير، وده لأنهم أول من طرحوا النوعية دي من الحسابات، وده قبل استحداث الأنواع التانية. لكن للأسف هم ما أعلنوش رفع العائد أو الفايدة بعد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، وقرروا يثبتوا سعرها على حسابات التوفير من غير أي تغيير فيها. بس على فكرة، البنك الأهلي وبنك مصر رفعوا سعر الفايدة على حسابات التوفير بنسبة 2%، وده بعد اجتماع لجنة السياسة في شهر مارس اللي فات، ووقتها أعلنوا إن الزيادة دي هتشمل كل الشرايح. وبكده سعر الفايدة في البنك الأهلي بيبدأ من 5% ل 9%، وده حسب كل شريحة، وبتبدأ في بنك مصر من 6.4% ل 8.5%. دلوقتي بقى قول لنا إيه رأيك في عائد حسابات التوفير؟ اكتبوا لنا آراءكم في الكومنتات.